أهلا بيكم يا شباب. النهاردة هننقل شغلنا في ال API Testing لمستوى الاحتراف. مش كفاية نكتب تستات وخلاص. الشطارة إننا ننظم شغلنا ونعرف نختبر دورة حياة المنتج بالكامل، وكل ده بضغطة زرار واحدة. النهاردة هنتعلم البوست ميل كولكشنز وإزاي نعمل ليه رن. يلا نشوف كل ده. زي ما اتفقنا هنتكلم عن الكولكشن، ودي تخيلوها كأنها فولدر بنجمع فيه كل الريكوست الخاصة بمشروع معين عشان الدنيا تبقى تمام ومش تايهة مننا. ازاي بنعمل كولكشن؟ زي ما هنا شايفين عندي الكولكشن بضغط على علامة البلس بلانك كولكشن ودي ده انا لسه عاملاها دلوقتي. تمام، وبنسميه اي اسم احنا عايزينه. نبدأ هنا نضغط على علامة البلس اد ريكوست يضيف اي حاجة. تمام تمام، انا بس هنا بوريكم لكن انا مش محتاجاه. تمام، نيجي هنا على اول واحد وبنخليه بوست عشان الدنيا تمشي ورا بعضها. اول خطوة في اي نظام هي الاضافة. هنستخدم URL بتاع بلاتسا اي اب. تمام، اللي احنا كنا شغالين عليه. هنبعت في البادي بيانات المنتج بتاعنا، الاسم السعر، ومننساش طبعا السكريبت اللي احنا نتأكد اللي انا بيرجعلي 201 created. تمام، بنكتب التست بتاعنا عشان نتأكد ان الستاتس كود هو 201 created. تاني حاجة بيبقى عندي الجت. طبعا انا لما بعمل بوست بيظهر لي هنا ID، باخده هنا في الجت واحطه في URL عشان يجيب لي المنتج اللي انا لسه عاملاله بوست. تمام، يبقى بعد ما بنعمل send السيرفر بيدينا الاي دي للمنتج، هناخد الاي دي ده ونحطه في URL بتاع الجت عشان نعرضه. نفس الكلام في البوت، بحط نفس الاي دي، وفي الديليت نفس الاي دي. طيب عشان كل ده يمشي ورا بعضه، هنا لحظة السحب. هنا بنيجي عند الكولكشن نفسه، نضغط كليك ونختار run. نضغط هنا run. شايفين الجمال؟ بوست مان بيمشي عليهم ورا بعض بسرعة جدا، وبيديني تقرير نهائي ان كله باص وباللون الاخضر. ده معناه ان الفلو بتاعي سليم 100%. بس كده. زي ما شفتوا، التنظيم هو اللي بيفرق بين ال QA العادي والبروفيشنال. جربوا تعملوا كوليكشن خاصة بيكم وقوليلي في الكومنتات لو واجهتكم أي مشكلة. والفيديو الجاي هيكون عن تركة ازاي نخلي ال ID يتغير لوحده اوتوميشن. متنسوش اللايك والشير. سلام.